السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. معاكم اسماء فؤاد في فيديو جديد. النهارده هنشتغل مع بعض الشنطه دي. ايه رايكم فيها؟ لذيذه وجميله وشكلها احلى كتير كمان، يعني هي مش باينه لكم في الفيديو، بجد تحفه وخفيفه. انا حبيت ان انا اعملها الحجم الصغير ده. هي ممكن تكون مش غريبه عليكم الشنطه اللي هي بالحلقات، بس الجديد معايا ان الحجم صغير والحلقات اللي انا هستخدمها حلقات مقفوله. تمام. والوان بقى، يعني زي ما انتم شايفين لونها مختلف تماما، والفكره يعني مش غريبه عليكم، بس الجديد في الفكره ان انا هشتغل. تيجوا نشوف هنعمل ايه الاول. هحتاج معايا خرز مقاس 6، 4 الوان مختلفه. انا هستخدم هنا اللون اللبني والفوشيا والاخضر والابيض. تمام. وكمان هحتاج معايا الحلقات المعدن دي، الحلقات العاديه خالص المقفوله. تمام. لاني هشتغل على الحلقه نفسها. دي حوالي قطرها حوالي 4 سنتي. تمام. عايزه تجيبي 5 سنتي مفيش مشكله، لو عايزه الشنطه اكبر شويه. هحتاج 19 حلقه. تمام. وهنستخدم خيط 50. بص، هوريكي التكنيك اللي همشي عليه. ابدا ارص 15 حلقه بالشكل ده، لاني هعمل في هنا لسه. ايوه كده. مش هتبقى ظاهره عندك ولا لا؟ طولها كلها، بس هوريكي. هشتغلها كلها حته واحده، وش الشنطه بقاعده الشنطه بالظهر بتاعها، وفي الاخر هقفل من الجناب. هبدا الاول ان انا اشبك حلقتين حلقتين. هنشوف مع بعض اسهل. هنجيب اول سطر كده معايا، هحط الخيط بتاعي كده، او قصدي الحلقات بتاعتي كده. تمام. اجيب الخيط. بسم الله. اول حاجه هعملها هحط 5 خرزات. وهعمل حلقة خماسية. بعد كده هبني على كل خرزة من دول خماسي على 1 1 2 3 4 ومعايا واحدة أساسية. تبقى أول غرزة معايا. هدخل في الخرزة اللي بعدها وهعمل تاني غرزة. ادي تاني غرزة معايا. في تالت غرزة هدخل في الخيط من تحت عادي، ابعد دول كده. هجيب اول حلقة هحطها على الشغل كده، وهطلع الخيط اللي في الجهة الشمال من جوه الحلقة. يبقى عندي خيط يمين من بره الحلقة وخيط شمال من جوه الحلقة. وهنبني الغرزة التالتة بتاعتنا، اللي هو هنحط 3 خرزات على واحدة أساسية من اللي تحت وواحدة في الجنب مشتركة، وهبني حلقة خماسية. اللي هو السطر كله عايز هيبقى خماسي، بس أنا دخلت الحلقة بتاعتي جوه الغرزة التالتة. بعد كده
بالخيط اللي تحت او اللي هو الجهة الشمال هدخل في خرزة من الاساسي وهبني الغرزة الرابعة بتاعتي في السطر. اهو بنيتها عادي خالص من غير اي مشكلة. اخر غرزة معايا في السطر هدخل في الخرزة الاخيرة وهطلع من اللي في الجنب. تمام، نظبط بس الغرزة بتاعتي اللي خرجت دي. تمام اهي. وبعد كده هعمل ايه؟ بصي، مش انا كنت الخيط بتاعي من جوه، لا هخرجه من بره الحلقة كده. هيبقى الخيط عندي طرف يمين وطرف شمال من بره الحلقة المعدن. وهعمل ايه؟ هقفل السطر بتاعي بخرزتين، لان معايا واحدة اساسية وواحدة يمين مشتركة وواحدة شمال مشتركة. ادي كده قفلت على الحلقة المعدن بتاعتي. شايفة الشكل معايا؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ هنبدأ سطر جديد. انا واقفة هنا هدخل في الخرزة اللي بعدها هيبقى عندي 2 وهعمل خماسي على 2. تمام، بس قبل ما احط الخرز هجيب الحلقة التانية واحطها على الخرزتين اهو. ادي الخرزتين الخيط طالع منهم هحطها عليهم كده، ماشي. وهاخد الطرف الشمال هسحبه من جوه الحلقة كده، وهاجي الطرف اليمين هحط 3 خرزات واقفل على الحلقة التانية اهي. شايفة معايا؟ بعد كده بصي معايا، هخرج الخيط اللي الطرف الشمال اللي هو هنيم دي كده، ماشي. وهدخل في خرزتين عادي خالص، اللي هو مش هبني على الحلقة، لا دي خرج غرزة في النص كده ما بينهم، مش هحط فيها الحلقة المعدن. هحط خرزتين واعمل الغرزة التانية بتاعتي في السطر اهي. بعد كده هعمل الغرزة التالتة في السطر، هدخل في خرزتين من الاساسي اهو. هنا بقى هنيم الحلقة بتاعتي كده واسحب الخيط اللي في الجهة اليمين اللي هو هحط فيه الخرز بتاعي. تمام، وهقفل اهي واكمل بقية السطر عادي كده. فاضل لي غرزتين اللي هو ادي خرزتين من الاساسي ادخل فيهم وهحط خرزتين واقفل. اخر غرزة معايا في السطر هدخل في الخرزة والتانية اهي، وهطلع من اللي في الجنب اللي هي اول واحدة حطيناها في السطر اهي، واقفل بخرزة واحدة. اخر غرزة معايا كده. هتقفل معايا على 5 خرزات، يبقى انت كده ماشية مظبوط. اللي هو هنقفلهم بقى ايه وهننهي الخيط عندهم لانهم هما سايبين من بعض. فانا همشي بالخيط كده، يا هتربطي ربطة عادية وتقصي زيادة، يا تعملي عقدة وتمشي بالخيط في الخرز كام خرزة كده للتثبيت وتقصي الزيادة. ادي اول حلقتين شبكتهم مع بعض. هي الكورة بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده ميدالية
يعني الكرة دي مش غريبة عليكم، اللي هي كلها خماسي مع بعض، بس الجديد ان انا حطيت الحلقات فيها. تمام. هاجي بعد كده اشبك الحلقة التالتة بتاعتنا، هكررها تاني. ادي اول سطر معايا في الشنطة. بعد كده بتجيبي 3 حلقات التانيين وبتبدأي تعملي نفس اللي احنا عملناه هنا، هنا وهنا وهنا، بألوان بقى تانية. يعني انتي ايه عايزة تحطي الألوان اللي انا كده هستخدم ال4 ألوان اللي انا وريتها لك في اول الفيديو. تمام. هبدأ احط كورة هنا وكورة هنا وكورة هنا. تمام. بعد ما احط دول هبدأ اشبك كورة هنا وكورة هنا، وابدأ احط سطر جديد، كورة هنا وكورة هنا وكورة هنا وكورة هنا وكورة هنا. تمام. هفضل ماشية على نفس الشكل ده، اللي هو ايه 3 هيبقوا هنا و3 هنا، ده الوش، و3 تحت اللي هو هتبقى قاعدة الشنطة، و3 ومعاهم دول كده، مش عارفة هيبان ولا لأ معاكي، ماشي، اللي هو ايه هتبقى ظهر الشنطة، اللي هو وش الشنطة هيبقى سطرين 3 حلقات، والقاعدة 3 حلقات بس، اللي هو هيبقى سطر واحد، والظهر بتاع الشنطة هيبقوا 6 برضو، بس ايه 3 هنا و3 هنا. انا عاملاها شنطة صغيرة عشان وقت الفيديو هخلصها وهرجع لكم. طيب انا هنا خلصت تشبيك الحلقات المعدنية كلها. تمام. زي ما اتفقنا. عايزة تكبري عن الحجم اللي انا عاملاه، بتمشي بنفس الطريقة، يعني تهيألي واضحة وسهلة، وان شاء الله تبقى بسيطة معاكم. هنا بقى هبدأ اقفل جناب الشنطة. انا زي ما قلت لك ان انا عاملة هنا الوش هيبقوا سطرين من الحلقات دي، يعني 6 حلقات كده واقفين، و6 من هنا اهو، شايفة معايا؟ طيب فدي الحلقات الفيصل اللي في النص، فهبدأ اعمل نفس الطريقة اللي احنا ماشيين عليها، ان انا هعمل 5 خرزات اهم معايا كده، واعمل حلقة خماسية. انا بعيدها تاني معاكم علشان ايه اللي ما اخدش باله في اللي انا عملته قبل كده، بكررها معاكم تاني. داخل دي بس كده. تمام. هبني على كل خرزة خماسي على 1، ادي 4 خرزات، ادي اول غرزة معايا. ادخل في الغرزة التانية اهي، او الخرزة التانية، نحط 3 خرزات، تمام. في الخرزة الثالثة ادخل عادي، وهنا ابدأ احط الخرز بتاعي كده من تحت الحلقة، وعديت الايه الطرف الشمال فين زي ما انت شايفة 1 2 في التالتة، والناحية دي 1 2 اللي هو اللي في النص. تمام. طبعا لو عاملة مقاس اكبر بتوسطني طبعا قاعدة الشنطة بتاعتك. 1 2 3 واقفل الحلقة بتاعتي، ادخل
في الغرزة الرابعة او الخرزة الرابعة. وزي ما احنا ماشيين مش هشبك فيها الحلقة بتاعتي دي من بره بس كده، وهاجي في اخر خرزة معايا في السطر اهي، وهطلع من اللي في الجنب اول واحدة. تمام. هنا بقى هعدي الخيط من تحت اللي هو في الطرف الشمالي، عشان هحط خرزتين واقفل على الحلقة نفسها. بس هنا هظبط بس كده الشغل معايا عشان ايه اتأكد ان انا قافلة على الحلقة. شايفة معايا اهي. بعد كده هدخل في الخرزة اللي بعدها، هبدأ سطر جديد. هجيب بقى هنا حلقة اهي، واسحب الطرف اليمين كده من جوه، وهبني خماسي على 2. ادخل في الخرزتين اللي بعد كده من الاساسي، تمام. وهنحط خرزتين من بره الحلقة، اظبط الشغل على اتجاه ايزي. الطرف اللي تحت او الطرف الشمال اللي احنا بندخله في الخرز الاساسي هدخل فيه كده، ماشي. الطرف اليمين هدخله جوه الحلقة كده علشان اقفل الغرزة بتاعتي على الحلقة المعدنية، واكمل باقي السطر زي ما عملنا قبل كده. بصي طول ما انت شغاله يعني ايه ظبطي اتجاه الشغل على حسب او على عدلة ايديكي، تمام. هدخل في اخر خرزتين وطلعت من اللي في الجنب اول واحده مشتركه، ونقفل الحلقه بتاعتنا اهي. ونقفل باقي الحلقه اللي هي الخماسيه الاخرانيه دي. بس اظبط الحلقة بتاعتي كده، اهي. وارجع تاني عشان اعمل العقدة كده، وامشي بالخيط يمين وشمال كده على قد ما تقدري. امشي في الخيط، يعني انا بمشي في كذا خرزايه على قد ما بقدر
يعني امان وثبات لتثبيت الخيط. هي عادة يعني مش ما تقلقيش مش هتتفك العقدة مادام ربطها كويس، يعني عقدها كويس وبتمشي في الخرز يبقى تمام. طيب بصي معايا، كل طبعا لما هتطلعي هتظبط دي كده. اول جنب ثبتناه من تحت، شايفه؟ هتكرري الكوره هنا وهنا، يعني هتعملي اليمين الاول وبعد كده الشمال، وبعد كده هتبداي تجيبي الكوره هنا وتحطي حلقه كمان، تمام، وتمشي بنفس الخطوات اللي هنعملها. سامحوني لو ما بعملش كله تحت الكاميرا او في التصوير، يعني عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. هخلص الجنب ده والجنب ده ونشوف مع بعض هنكمل نعمل ايه. كملت الشنطه زي ما اتفقنا وجمعت الجناب زي ما انت شايفه، بس حبيت الاول اقولك على تريكه كده وانت شغاله في الجناب، علشان تعرفي اذا كانت الشنطه معاكي مظبوطه ولا لا. بصي، كل حلقتين قصاد بعض لازم يبقوا متساويين زي ما انت شايفه كده. بصي هتلاقي الحلقات كلها في مستوى واحد، دي اول حاجه تبين لك انك ماشيه مظبوط. طيب انا لما جيت بدات ان انا اشبك معاكم اول حلقه في القاعده بالجنب، عملنا الحلقه الكره الخضراء دي، بدات ان انا اشبك الكوره الاول، السطر الاول في الحلقه الاساسيه من قاعده الشنطه. بعد كده في السطر الثاني بدات اضيف الحلقه المعدنيه للكوره. هنعمل برضو كده في باقي التشبيك. هبدا من جسم الشنطه السطر الاول من الكوره، وفي السطر الثاني اضيف الحلقه اللي في الجنب، واكرر نفس الموضوع. جسم الشنطه هو اللي هبدا فيه السطر الاول من الكوره، والحلقه اللي في الجنب هتبقى التشبيك في السطر الثاني. هنا في النص هبدا السطر الاول من الكوره في الحلقه الاساسيه اللي تحت، والسطر الثاني هبدا اشبك الحلقه المعدنيه الثانيه، واكرر تاني في اخر سطر. حبيت بس اوضحها لك علشان ممكن تشبكي الشنطه او جناب الشنطه بطريقه عشوائيه، فممكن تلاقي الكور مختلفه في يعني هتلاقي مثلا، يعني طبعا هي مش هتبقى ظاهره لانها دي مظبوطه، هتلاقي حلقه مثلا خارجه والتانيه داخله، فهتحسي ان الشنطه مش مظبوطه معاكي. في بقى حاجه كمان، انا هنا كل حلقه فيها 4 كور، هنا في 3، فانا مش هبدا ان انا اشبك تاني لان انا زي ما قلت لك ان انا عامله الشنطه حجمها صغير، فهبدا اعمل كور في الحلقات دي من فوق. عايزه تسيبيها على كده مفيش مشكله وتبداي اليد معايا على طول انت ومزاجك، لكن انا عن نفسي هبدا اعمل كور الاول في الحلقات دي وبعد كده هعمل اليد بتاعه الشنطه. طيب طريقتها ايه؟ هتبقى سهله برضو جدا جدا. انا هنا كنت مجهزه حلقه معايا او كوره هبدا فيها. بصي، خماسي على 1 زي ما متعودين، الحلقه الاول الخماسيه وبعدين بنبدا السطر الاول خماسي على 1. عملت اول غرزتين، وفي ثالث غرزه هبدا اشبك الحلقه بتاعتي. دخلت الطرف الشمال من جوه الحلقه والطرف اليمين ناحيه الشغل بتاعي اللي انا هضيف منه الخرز. هضيف 1 2 3 واقفل على الحلقه المعدنيه الغرزه بتاعتي زي ما احنا ماشيين عادي ومتعودين. بعد كده امشي في الحلقه او الخرزه الرابعه
وهبني خماسي على واحد بس بره الحلقة المعدنية اهي. تمام. اخر غرزة معايا هدخل فيها وهطلع للي في الجنب. تمام. هنا هعدي الطرف الشمال جوه الحلقة كده اهو عشان تبقى واضحة لك، اللي هو هيبقى الخيط الطرف اليمين انا جبته بقى من جوه الشنطة. تمام. والطرف الشمال اهو، وهضيف الخرزتين واقفل على الحلقة المعدنية في الغرزة الأخيرة بتاعتي اهي. نص الكورة عندي باصص لفوق، اللي هو لما هاجي هبدأ السطر التاني همشي عادي بقى زي ما احنا متعودين اهو. ادي الغرزة التانية عشان ابني خماسي على 2. 1 2 3 اهو. تمام. واكمل باقي السطر عادي. وعايزه اقول لك على حاجه برضو تبقي واخده بالك منها. طول ما انت ماشيه نفس اتجاه الخيط، يعني بتزودي الخرز من جهه اليمين تفضلي ماشيه بنفس الطريقه جهه اليمين في السطر التاني برضو، اللي هو اول ما تخلصي السطر الاول هتدخلي في الخرزه التانيه على طول اللي هي جنبها على طول عشان تبني خماسي على 2. لان لو لفيتي الخيط معاكي مش هتظبط معاكي الكوره جوه الحلقه. انا يهمني شكل الحلقات تبقى قصاد بعضها. طبعا انا هكمل الكوره دي وهكمل بقيه الكور اللي اتفقنا عليها. تمام. خلصت الكور زي ما اتفقنا على كل حلقه معدنيه عملتهم. تمام. ودي اختياري زي ما قلت لك، لو تحبي تعمليهم تمام، لو ما تحبيش مفيش اي مشكله. نظبط بس الايه الشنطه بتاعتنا. بصي عايزه اوريكي حاجه قبل ما نكمل. بصي معايا الشنطه اهي مستطيله. بصي الشنطه بقت عامله شكل زي القلب او الكوره، يعني ايه شكل تاني. يعني ممكن تستخدمي الشنطه الشكل ده او تشديها من تحت كده تفرديها تبقى مستطيله. يعني قلت برضو اوريها لكم اللي يحب يغير يعني لما يجي يلبسها، يعني شنطتين في شنطه واحده زي ما بيقولوا. طيب المفروض دلوقتي بقى هنعمل الايد اختصارا للوقت. انا جهزتهم معايا، عملت ايدين من الخرز. دي عباره عن الغرزه الرباعيه بتاعتنا. تمام. وهبني على كل خرزه من دول رباعي على 1 واطلع 20 صف، او تعملي 3 غرز رباعي جنب بعض وتضميهم وتقفلي بخرزه واحده وتوصلي للطول اللي قلت عليه. متهيألي هي سهله واحنا عملناها قبل كده في فيديوهات كتير. طيب هنشبكهم ازاي؟ هستخدم حلقات سهله الفتح، والحقيقه انا يعني اخترت ان انا اشبكهم بالطريقه دي لحاجه معينه هقولها لك. بس الاول اجيب كده الايد. بصي هتتنيها بشكل اليد ماشي، وهنركبها الحلقه كده. هدخل اهي يعني معلش ايوه اهي. تمام. وهجيب حلقه تانية وهعمل نفس اللي عملته من الجهه التانية اهي. انا استخدمت الحلقات المقاس الصغير ده
لاني مش حباها انها تكون كبيره اهي. شايفه معايا؟ بعد كده اظبط بس الحلقه بتاعتي كده. بصي اهي، ادخلها في الكوره، اقفلها كويس. اتاكد بس انها قفلت. فلتت معايا، فاحطها تاني اهي. تمام. الناحية التانية برضو نفس، ماشي بس دي كده كده اهي. شايفة معايا الشكل؟ سهلة وبسيطة. ليه انا ركبت الحلقات اللي هي سهلة الفتح دي؟ علشان لو حبيت ان انا استغنى عن الايد دي، تمام، انا طبعا هركب التانية. ادي الايدين زي ما انت شايفة. بقولك بقى ليه استخدمت حلقات سهلة الفتح دي، علشان لو حبيت ان انا استغنى عن الايد الخرز دي، تمام، واركب سلسلة. اجيب سلسلة احطها بقى ايه في الكورة او الحلقة المعدن، يعني ايه مش هتفرق، انتي ومزاجك. عايزة تمسكيهم الاتنين السلسلة بالايد اللي خرزت برضو، يعني ايه ليكي مطلق الحرية. اخر حاجة بقى هنعملها وهي البطانة. انا اخترت البطانة اللي هي الكيس اللي بيكشكش، وقفلته بكورة كده. هي طريقتها سهلة وبسيطة. وهخرج الخيط بتاعها او الشريط بتاعها من بره كده زي ما انت شايفة. ودي كانت ورشتنا النهاردة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الطريقة بطريقة سهلة وبسيطة، وتتبسطوا وانتوا بتعملوها، ومفيش حاجة تقف معاكم. ولو في اي استفسار او اي سؤال موجودة معاكم، ابعتولي على حسابي الشخصي على الفيسبوك. واشوفكم على خير في ورشة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.